استرس استرس استرس، شغل الايجو عشان يقتل الاسترس بالديفنس ميكانيزم وانواعه الكتيره، فواحده واحده بالهدوء يحس. انا بهزر وقت الاسترس عشان افك الناس، فالتوتر بقى تحت السيطره وكله بالمقاس. عندي اخت شاطره في الرسم والكروشيه، كل ما تبقى مش في المود تقوم وترسم بورتريه. المدير زعق معايا بسبب شغل اتركن، خدت الكلمتين على الجيم دخلت كلت كل المكن. بس ساعات ازعق لمراتي لو روحي تبقى في مناخيري بعد يوم شغل طويل ولا خناقه مع مديري. بعدها بحاول اصالحها بهديه عشان تتغاضى، فاروح اشتري هديه بوكيه ورده او شوكولاته. ما انا في العادي بعبر لها عن حبي بورده او هدايا، وبقول بيها شكرا انها في حياتي ومعايا. حسين بيقول لا لو حد في يوم جه عليه، فبقوا يحترموا حدوده وبيعملوا حساب فيه. حسن نفسه يرفض شغل اوفر مديره بيشيلهوله، كل ما يجي يرفض يقف كلامه في زوره ومش بيقوله. اللي واقف هناك ده ملك المقالب والاسفين، في الوش مفيش رد فعل وفي الظهر كمين. في مره اختلفت معاه وبدل ما يعاتبني خلى الاربع فرق كاوتش بتوع عربيتي نايمين. لينا صاحب تاني نرفة وعصبي مفيش تفاهم، بيهاجم كل الناس لو يختلف يوم معاهم. كان عندي واحد صاحبي عنده مشاكل شخصية، لجأ لمتخصص يحكي معاه وبقى 100. صاحب تاني في يوم شاف حادثة عربية، بعدها ما كانش فاكر ايه حصل في الليلة دي. من يومين رحت المعمورة وقعدت مع مريض، فضل يقول لي انا مش مريض انا مش مريض انا مش مريض. انا باجي اريح اعصابي لما الضغوط تزيد، بعدها دبدب وعيط وقال انا دمي فاير، انا خرمان يا دكتور هموت واشرب سجاير. مش شاطر في الرياضه وكانت ليا عقده وداء، اشتغلت كتير على نفسي بقيت اسطوره في الاحياء. ما انت عندك طه حسين كان كفيف وعميد الادب، وعمنا عمار الشريعي لحن افضل شعر اتكتب. كان في موضوع شاغلني مش هفكر فيه دلوقتي، كل وقت وله اذان وكل حاجه وليها وقت. زميلي في الشغل تعب نزلت يوم اجازتي بداله، ما يضرش اجي على نفسي مره عبال ما يظبط حاله. في ليله الامتحان اتخيلتني وانا خريج، قلت يا عم ركز اوعى خيالك يلعب بيك. في ناس ما عندهاش بربع جنيه وسطيه، في نظرهم انت شخص زباله يا اما 100. لو عملت حاجه حلوه يقولوا لا قبلك ولا بعديك، لو غلطت اي غلطه يقولوا كل العبر فيك. كان في طفل اهله ليل نهار بينتقدوه، لو عمل حاجه حلوه عمرهم ما يشجعوه. لما كبر بقى تقييمه لنفسه دايما مش كفايه، ولا كفاءه يعمل اي شيء فبيهرب من البدايه. طالب ما فتحش كتاب ولا في الامتحان كتب، شلت الماده ليه يقول دكتور الماده السبب. عروسه رافضه جوازها وابوها دماغه مقفوله، لقوها فجاه قبل الفرح واقعه ومشلوله. مفيش سبب عيد والكشف الطبي بتاعها ثبته، الدكاتره قالوا ده شلل مؤقت الاسترس سببه. وانا صغير كنت بقلد تسريحة شعر ابويا وقعدته بالنضارة والجرنان انا واخويا. قريت رواية جامدة عن واحد بشخصيتين، حبة مع الاشرار وحبة يكون من الطيبين. نص يحب حاجات والنص التاني يحب حاجات، شخصية ستريت وصالحة والشخصية التانية فساد. بعد حادثة شنيعة منها صاحبي نجا، حكى تفاصيل مؤلمة من غير دموع ولا بكى. فاصل المشاعر بيفكر بالعقل بس، مش بيحكي بعد الحادثة اي شعور اتحس. شغال تمريض طوارئ وسط موت وخياطة ودم، لازم تعزل مشاعرك علشان بالمريض تهتم. يا ابني ليه ما بتذاكرش يفضل يقول اعذار، جيت متأخر ليه السكة زحمة وضرب نار. طالب خارج مش شافه ويضحك على غير العادة، الناس فاكراه مقفل مع انه محلش حاجة. استرس استرس استرس، شغل الايجو عشان يقتل الاسترس بالديفنس ميكانيزم وانواعه الكتيره، فواحده واحده بالهدوء يحس. استرس استرس استرس، شغل الايجو عشان يقتل الاسترس بالديفنس ميكانيزم وانواعه الكتيره، فواحده واحده بالهدوء يحس. استرس استرس استرس، شغل الايجو عشان يقتل الاسترس بالديفنس ميكانيزم وانواعه الكتيره.